مفيش وقت احكي لكم اللي حصل. هحضر شنطتي واقول لكم اللي جرى. انا مش مصدق نفسي يا جدو، اخيرا ماما وافقت ان انزل معاكي البلد. عشان ما تقوليش انا عمري ما شفت الصعيد يا جدي ولا ركبت قطر. هتتحقق امانيك يا ولدي. بالظبط كده. ده جدو رضا بيجي زيارة لبنته في القاهرة كده كل فين وفين، بس المرة دي حسن حفيده شبته انه يروح معاه. هنوصل امتى يا جدو؟ يا حسن يا ابني احنا ما ركبناش حتى عشان تسأل. طب الناس دي كلها مسافرة معانا؟ هي هتركب معانا بس كل واحد رايح في مكان. ازاي؟ القطر ده يا حسن عامل زي الدنيا. يعني ايه؟ هقول لك بعدين. يلا يلا القطر جه. امشي عدل تنعدل لو كنت متمايل، يقرب لك الطرق لو في البعد 100 مايل، ولو قرصت الغنى على الهلس ما تميل. ادينا ركبنا، وادي يا حسن هنوصلوا بعد 6 ساعات ان شاء الله. ايه يا سليم، مبسوطة ان احنا راجعين البلد. جو جو يا سليم. جدي هي مبسوطة ليه؟ يعني ايه مبسوطة ليه؟ يعني دي مسافرة يعني في قطر، مش راكبة طيارة مثلا. دي حتى مش لابسة لبس حلو يخليها مبسوطة، مش معاها اكل تقعد تاكل طول الطريق زينا، ما عندهاش راديو زي اللي معانا. كمل يا حسن. ايه ده؟ وعمو ده مبسوط قوي كده ليه؟ بالرغم انه مش لابس كويس يعني، بس معاه شنط كتير. يا ترى ايه اللي في الشنط دي مخليه مبسوط قوي كده يا جدي؟ وشوف عمو ده زعلان ازاي. هو ليه زعلان كده يا جدي مع انه شعره حلو قوي؟ حد يبقى عنده شعر زي ده ويبقى زعلان؟ احكي لك حدوته يا حسن، بس ده مش وقت النوم يا جدي. يا سيدي خليه يحكي، اعرف اول حاجة للناس اللي بتسمعني دي. احكي يا جدي. سيرة وتكمل واللي يعجل يتأمل. صلوا على خير الأنام. زمان كان في راجل غلبان يلف على البيوت ويدق البيبان ويسأل الجيران: ما شفتوش الرضا اللي كان في جيبي ومن غبائي ضيعته زمان؟ يقولوله: لا ما عندناش. فوهو ماشي سرحان جابله راجل حكيم فهمان، قاله: واه سبحان مغير الأحوال، عم عدنان احكي لي اللي حصل لك يا ولدي من زمان. قاله: أنا كنت غني من الأغنياء، كنت أرفع إيدي لربنا وأقول له هاتلي كمان، يديني وأقول له لا مش عاجبني، مش معنى فلان وعلان، أنا عايز أكون كيفهم تمام. اداني البيت وما قلتش الحمد لله، قلت له لا أنا عايز الواد. اداني المال وما قلتش الحمد لله، قلت له لا أنا عايز الجاه. لحد ما أخد مني كل النعم، كانت قرصة ودن لكن كانت وعرة. تعرف يا عم عدنان لو كنت قلت الحمد لله ما كانش الحال كيف الحال. فات الأوان يا ولدي، بس هقول لك شيء تعلم مني: ربك عليه النعم وانت عليك الرضا. رزقك ما هيجيلكش كامل، لكن برضاك هو اللي هيكمل. فهمت يا حسن؟ ايوه يا جدي فهمت ان الرضا ده انك تبقى حاسس انك مكتفي مبسوط بكل اللي عندك، حتى لو مش كل اللي كنت بتحلم بيه. يعني تبص للحلو والوحش اللي في حياتك وتقول الحمد لله، علشان اللي راضي عمره ما هيحس بالنقص وهيعيش مبسوط ومرتاح البال. يا جدي ما نبصش للي في ايد غيرنا علشان ما نكونش زي عم عدنان، وان كل الناس دي مبسوطة علشان راضية باللي عندها. بس استنى يا جدي، سيبني. هتروح فين يا ولدي؟ هروح للعم اللي شعره جميل ده اللي مش حاسس بنعمة ان شعره جميل، وهقول له ما تتبطرش على النعمة عشان ما تبقاش زي عم عدنان. طب ما تعوقش يا ولدي عشان تنام لك شوية. كان الكلام من زمان،
واللي يكذبني يسأل عم عدنان. اوعوا تفتكروا ان كده حكاوي جد رضا خلصت، دي سكتنا طويلة وهناخد فيها 6 ساعات. بس يا ترى جد رضا هيعلمنا ايه تاني غير الرضا؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية في أين قلمي هنا العنوان. استنونا يوم الجمعة مع الحلقة 18. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين.